عدنا معكم في حلقة أخرى من برنامجنا الرمضاني جلسة رمضانية. في هذه الحلقة سنغوص في عالم الطبخ والحلويات. مدينة أسفي تشتهر بما لذ وطاب من أنواع الطبخ والحلويات. سنحط الرحال بجنوب مدينة أسفي، وبالضبط عند مواطنة مسفيوية أعطت الكثير لعالم الطبخ بمدينة أسفي حاضرة المحيط. فلنتعرف على من هي هذه الشخصية. السلام عليكم لا حليمة، مرحبا بنا عندك في المنزل ديالك جلسة رمضانية. بارك الله فيك. ممكن تعطي للمشاهد الكريم من هي حليمة المسفيوية؟ تفضلي. حليمة المسفيوية من مدينة أسفي من حاضرة المحيط. لا حليمة، بغيناك تعطي للجمهور الكريم كيفاش جاتك فكرة ديال هاد الطبخ والحلويات، وكيفاش جاك العشق ديالها؟ أنا عندي هذه الفكرة من الصغر ديالي، عندي موهبة في الطبخ وعندي في الكوزينة. واش الطبخ درستيه ولا كان إلهام؟ لا، أنا ما درستوش، درستها شي حاجة قليلة. كنت دخلت النادي الشباب والرياضة في الصغر ديالي، من قاطعت عن الدراسة دخلت الشباب والرياضة، عطاوني خبرة في الطبخ وفي الحلويات وكيفاش نخدموها، واني انا عندي موهبه في الصغر ديالي، وفي العائله ديالي حتى هما فيهم ناس تبارك الله طباخه. لا حليمة، قبل ما نجيو نصوروا معك هذه الحلقه، طالعنا على واحد المحتوى دايره على اليوتيوب، وما شاء الله هناك تطور وعندك داكشي في المستوى، وتعطي واحد الصوره ايجابيه لمدينه اسفي اللي مشهوره على الصعيد الوطني وحتى على العالمي بميدان الطبخ. كيفاش نشأتي هذه القناه؟ وانا هاد القناه ديالي كنت بديت مع الاخت شوميشه، كنحيا من هذا المنبر في 2010. هي فات بالك درتي في عبر الامواج اذاعه وتلفزه. اختاروني في القناه الثانيه، اختارتني مدينه اسفي، شاركت معاها ودرنا الطبخ. وعجبها الطبخ ديالي عجبتها حتى المدينه. ولكن عطيتي لمسه ديال المدينه، الطبخ ديالك عطيتي واحد تعريف بالمنتوج المحلي. ايوا، مدينتي مدينه اسفي مدينه عريقه بناسها وثقافتها والطبخ ديالها، وتبارك الله ناسها راه عندهم ما يعطوا كثير. لا حليمه، بغينا توضح للمشاهد الكريم ملي تبغي تصوري هاد الانتاجات ديالك كيفاش الطريقه تتعاملي بها، وكيفاش تتوجدي المنتوج ديالك باش تعطيه في واحد الطابق عبر القناه ديالك اليوتيوب. وانا غادي نقول لك كيفاش انا بديت النوبه الاولى داشه وما زعماش، وكيجوا عندي صحاباتي والعائله يشوفوني كيفاش كنخدم في داري وكيفاش نوجد ملي كيجوا عندي الضياف. كيقول لي علاش انت مني ولا اليوتيوب؟ قال لي علاش انت ما تشاركيش في اليوتيوب؟ انا اليوتيوب الحقيقه ما كنتش كنتبعو بزاف. هو ملي تبعت اليوتيوب وشفت الناس كيفاش تيخدموا، وبعد الناس اللي دايره القناه عجبني، وانا دهشت ما زعمتيش. واحد الوليد من الجيران عنده تبارك الله موهبه في المونتاج، ايوا استشرت معاه ساعدني، جا ورا لولدي الصغير كيفاش يمونطي وكيفاش. انا ما عنديش خبره على المونتاج وهذا. مني جا الولد ديالي قال لي ماما صافي انا نساعدك في القناه ديالك، غير فتحي القناه. دوكا بديتي القناه ديالك طورتيها بمساعده ديال العائله ديالك والابن ديالك. مساعده والصديقات ديالي هما كنشكرهم، هما ساعدوني، كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكرهم بزاف. ماشي حليمه، بغيت توضحي للمشاهد الكريم هاد المنتوجات ديال الاكل وديال الحلويات ملي تتشوفها في شي قنوات، واش تعطيها شي لمسه ديال المدينه باش تعطي واحد الصوره ايجابيه لمدينتك، واش تعطيها شي لمسه؟ وحنا عندنا بعد الطبخ تبارك الله عندنا فيه ابداعات. عندنا الحوت، عندنا تبارك الله الاشكال والانواع، وعندنا الحلويات عندنا حنا اسفي كيهتم بالكعك وبالمصابان.
هذا تا هو هذه بال- راه رساله باش نوجهوا بالمصابان بان مدينه اسفي معروفه بالمصابان مصابان وبالكعك وبالكعك. المسفيوي. هذه عندنا حنا معروف بها مدينتنا مدينة اسفي. وفي ميدان الطبخ والطبخ تبارك الله راه عندنا انواع ديال الطبخ. ممكن عندنا تعطينا بعض الانواع ديال الطبخ. الحوت راه تبارك الله في اشكال وانواع. عندنا اشكال والانواع في الطبخ. وتقريبا واش عندك اهتمام وعندك رغبه باش تطوري هذا العمل ديالك؟ واش عندك شي فكره باش ديري شي تعاونيه ولا شي مؤسسه باش انت تولي تعلمي الشابات والشباب الميدان الطبخ ديال المسفيوي؟ انا الفكره عندي من الصغر ديالي وكان نطلب كنقول انا بغيت اللي يشد ليا بيدي ويشجعني. ولا شجعوني تبارك الله المتتبعين. راه القناه ماشي سهله، راه حتى هي فيها الخدمه وكتبغي الخدمه، وكانوا المتتبعين معاك وتيعاونوك يشجعوك راه القناه كتطلع. وكنتي ديال القناه سيدي تفضلي لا ولا كانوا المتتبعين ما متبعينكش وما مشجعينكش راه القناه عمرها كتطلع. لا انت دوكا دايره قناه، واش عندك رغبه باش ديري واحد المؤسسه ديال تعليم الطبخ كتعاونيه كما داير الاخوان ديال تعاونيه جميع المواد ديال الاكل؟ واش عندك رغبه باش ديري واحد المؤسسه باش تعلمي فيها الجيل الصاعد الطبخ ديال مدينه اسيو الطبخ المغربي؟ انا عندي رغبه من الصغر ديالي. انا عندي الكوزينه وعندي الطبخ. انا من الصغر ديالي كنبدع من عندي وكنزيد شي حاجه من عندي. ولكن خاصك تخرجي على الميدان القانوني، خاصك تجي ديري شي مؤسسه ولا شي تعاونيه ان شاء الله. خاص من يشد من يدك ويعاونك بيدي ويكونوا وتقريبا من مشاهدينا الكرام من هذا المنبر تنوجهوا هذا النداء ديال الاخت حليمه المسفيويه المسؤولين باش يهتموا بهذه الطاقات باش هما ويعطوا ما عندهم من جعبتهم للشباب اللي عنده رغبه في ميدان الطبخ والحلويات، لان هذه فرصه خاصه ما نضيعوهاش ولكن خاصها تستثمر للاجيال المستقبله. ما نقارضوش الطبخ. راه تبارك الله الطبخ راه فيه تيقولوا الناس بالمثال راه بحر لا حدود لا لانه ابداع كما تنشوفوا حنايا عندنا هذه المائده هذه بسيطه تقريبا هذه الطابله بسيطه وقدمناها بفخار عطيتي المنتوج المحلي فخار. تقريبا تعطينا هذه الوصفه هذه الاسم ديالها باش المشاهد الكرام يعرف لا حليمه كيفاش دارت هذه الوصفه. عطينا موجز دقيقه. هذه غير كيكه بسيطه بالتفاح. هذه كيكه بسيطه بالتفاح. ايوا هذا تقاوت راه حنا شاركنا من المتابعين ديالي راه في القناه ديالي. ايوا الحمد لله. لا حليمه تنشكروك على الاستضافه ديالك للموقع ديالنا الموتر 24 وبغيناك تعطي واحد الكلمه توجهها للشابات والشباب باش يهتموا بالثقافه ديالهم ويهتموا بالموروث الثقافي المحلي ديالهم. ايوا كنتمنى للناس ولهاد الاجيال اللي جايه ما ينقطعوش على الطبخ. راه الطبخ تبارك الله راه شي حاجه كبيره ونتمنى يبدعوا وبغينا يسوقوا المنتوج السياحي والثقافي ديال المدينه ديالهم. وانت مدينتي راه مدينه اسفي كنفتخر بها غنيه عن التعريف بناسها وثقافتها وراه تبارك الله بالمنحول ديالها. كنحيي بوجدو الله يعطيه صحيحته. وكاين الناس اللي تبارك الله مخرجين في التمثيل راه من الحي ديال اللي كبرت فيه انا ماشي زعما اوطور فنانه والصعيد الوطني حتى الصعيد العالمي صراحه هذا لا نقاش فيها. لا حليمه كلمه اخيره المشاهد الكريم بمناسبه رمضان الابرك. كنتمنى هذا رمضان دخل علينا وعليكم ونصوموا ونكملوا بالصيام بالصحه والسلامه وطول العمر ومرضانا الله يشافيهم والله يحنن القلوب في بعضها والله يحفظ لنا بلادنا وتكون في امن وامان ومليكنا وتاج فوق راسنا. مشاهدينا الكرام شكرا لاستضافتنا عند الاخت حليمه المسفيويه صاحبه احسن محتوى طبخي بمدينه اسفي حاضره المحيط. مشاهدينا الكرام كانت حلقه مميزه اعطت الاخت حليمه صوره مشرفه عن حاضره المحيط اسفي، مدينه اللي ضاربه عمق التاريخ بحضارتها بثقافتها بكل ما هو ايجابي لها. الهدف ديالنا من هذا البرنامج وهو نسوقوا
ما هو جميل الدين ديالنا. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة أخرى بحول الله ورمضان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.